شهر أكتوبر من العام الماضي افتتحت الدولة المصرية مشروع من أهم المشاريع الاقتصادية في منطقة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ، وهو مصنع الرمال السوداء لفصل المعادن النفيسة. المشروع بيستهدف فصل المعادن النفيسة والثمينة من الرمال الموجودة على ضفاف البحر المتوسط. لكن الحزام بتاع الرمال دي من منطقة الغنمية بمدينة برج البرولوس بيقع بجوار منازل، فجات لنا صرخات ومناشدات من الأهالي في المنطقة دي إن الرمال بدأت تدخل البيوت، وطبعا نتيجة إن احنا هنستغل الرمال دي في مشروع قومي فممنوع التعامل معاها من الأهالي بإزالتها أو استخدامها، وده شيء جميل وكويس. لكن في نفس الوقت لازم نقعد مع الناس دي ونشوف الحل الأمثل لحماية منازلها اللي احنا شايفينها، وفي نفس الوقت حماية الرمال أو المعادن. فبنناشد السيد محافظ كفر الشيخ إن ينزل منطقة الغنمية بنفسه يشوف الوضع ويكتب عنه تقارير، ونبدأ نعمل زي جلسة نقاش أو حوار بين المحافظة والأهالي وشركة الرمال السوداء والقوات المسلحة لبحث الطريقة الأمثل لحماية الأهالي والمنازل، لأن الأهالي دي زي ما المشروع حق قومي وحق أصيل ومصدر دخل وخير للدولة، لكن الناس دي لها حق مشروع في إن هي تعيش حياة كريمة وتحمي نفسها وبيوتها من الرمال. فاحنا مش بنطالب لا إيقاف المشروع ولا إهدار الرمال دي بإزالتها بالطرق البدائية، لكن لازم يكون في حلقة نقاش وبحث لطريقة إما إن شركة الرمال تقوم بنقل الرمال دي فورا إلى المصنع، أو إن هي تنقلها في المتخللات اللي بين الكمان وبعضها. أيا كانت الطريقة أعتقد المختصين هم أدرى مننا، لكن اللي احنا شايفينه قدامنا أو الواقع بيقول إن لازم حماية فورية لمنازل الأهالي اللي احنا شايفينها في الصورة دي من خطر هجوم الرمال عليهم. فالمرة التانية بنناشد وبنستغيث بالسيد محافظ كفر الشيخ والسيد رئيس الشركة المصرية للرمال السوداء والسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هم جميعا السيد رئيس الجمهورية بسرعة النظر في وضع أهالي أو مساكن أهالي منطقة الغنمية ببرج البرولوس. بشكر حضراتكم على المتابعة، وبتمنى الناس الغلابة دي صوتها يكون وصل للسادة المسؤولين. شكرا لحضراتكم.